السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غنخرجوا من الكوزينة ومن الروتين اليومي ديال الطياب. اليوم غنعطيكم واحد الحيلة كنظن أول مرة غادي تشوفوها. هاد الطريقة هادي ما عمرك إلا درتيها ما عمرك ما غادي تقولي أحد ظهري ضرني نهائيا، وغادي تهناي من بزاف ديال المجهودات. بسم الله على بركة الله. أول حاجة عندنا واحد البخودوي، وعندي هنا واحد الكيس، بالنسبة لنا هنا الكيس أو خرقة الحمام. منين كتشدي واحد الكيس كتقولي هاد الكيس ما بقيتش محتاجاه، بالعكس راه مازال محتاجاه ومازال عندك ما ديري به. هاد الكيس هذا غادي يحيد لينا بزاف ديال الطبايع وبزاف ديال المجهودات وبأسهل طريقة. كيف كتشوفوا معايا الطبايع كيكونوا في الدخله ديال الزربيه، كتكون الزربيه في الدخله ديالها كتكون واكله العصا بزاف. كيف كتشوفوا معايا هاد الطبيعات كيبانوا، والزربيه اللون ديالها باج، ولكن شوفوا اللون ديالها كيفاش كيبان ولا مغلوق، كيعطي شويه بحال البهات. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش هاد الزربيه دايره وكيفاش غادي ترجع. كناخذ الكيس كنديرو في يدي وكناخذ البرودوي كنرش على دوك الطبيعات هما الاولين غنحيدهم. كيف كتشوفوا معايا بالنسبه هاد البرودوي اللي كنرشو هنا، الا خليناه مثلا واحد 8 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق رشيناه ومشينا كنجيو كنلقاو ديك الرغوه مشات ما بقاتش، ولكن راه ما عندها حتى شي ضرر. راه تقولوا زعما غادي تكشف الزربيه اولا غادي تكشف شي تلميطه الا حكيتوها، ولا نهائيا كتبقى في اللون ديالها. كيف كتشوفوا معايا كنحكوا هاد الطبعه وكنحكوها بواحد المجهود بسيط جدا، ما كنبركو عليها، ما كضروك لا كتاف ولا ظهرك ولا حتى شي حاجه. كتخدميها بواحد الارتياح بواحد الفرحه. غادي تجربوها الا جربتوها، الا لقيتو هذا البرودوي. صراحه انا ما عرفتش السميه ديالو، ولكن الناس اللي قاريين فرونسي او لونجلي راه غادي يعرفوه. وصراحه ما عرفتش حتى الثمن ديالو، ولكن هذا البرودوي هذا راه غادي تشوفوا التصويره ديالو من بعد. حتى انا لقيته وكنقول يا ربي نلقاه، لان هذا البرودوي انا جربته وما عمرني ما شفت شي برودوي بحالو. طبعا كتحيد وكتبقى في اللون ديالها نيت. كيف كتشوفوا معايا الطبيعات راه حيدتهم، ودابا كندوزو عليها كامله في هاد الدخله هادي باش كيرجع لينا اللون ديال الزربيه باج كيف قلت لكم في الاول. وهاد هاد البرودوي راه ماشي سائل، ما دايرش بحال الماء، يعني غادي نطرشوه غيهبط لكم لتحت ولا غتقولوا راه الزربيه غادي تفساق ولا غتخمل نهائيا. من بعد ما غتساليو الزربيه غادي تحلي السرجم لمده ديال نص ساعه. تحلوا السراجم ديال الصاله باش تهوى الدنيا اولا الباب، صافي كتخليو واحد نص ساعه كاع. الا تعطلتي نص ساعه كترجع الزربيه هي ما فيهاش الريحه ديال تقولي راه الماء ولا عادي. لاحظوا معايا الطبايع مشاو نهائيا ما بقاوش. وغادي نرجع غنحك ليها الدخله الاولى ديالها ديال اللي كيكون فيها الزواق. كيف كتشوفوا معايا هي هذه الدخله، حتى هي راه مطبعه غير ما كتبانش. والله لا عجيب 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 هذا البرودوي. ما بقاش غادي تضربي تماره ولا غتهزي زربيه للسطح ولا غتهزي الثقل، وما غاديش ديري نهائيا الماء وجرب الكراطه وكركب الزربيه ووقفها هنا جرها هنا نهائيا. صافي غادي دوزي عليها في الاول ديك لاسبيراتور، الا ما كانش عندك غادي ديري غير باي باي ديك الشطابه الصغيره.
دوزيها هي الاولى، كتحيد لك ديك الا طايح الشعر ولا طايحه الا كانت الخمله ولا خيوطه ولا شي حاجه، وكتعاودي تمسحيها هكايا بهذا الكيس ساهل. والله الا انا براسي راه بقيت كندوز وكنشوف، وفي نفس الوقت عاجبني الحال وفرحانه كنشوف هاد الزربيه كيفاش كانت وكيفاش رجعات كتلمع. كيف كتشوفوا معايا هنا عاوتاني كاينه واحد الطبيعه في هاد الزواقه الكبيره اللي كتكون الوسط، كاينين جوج ديال الزواقات. من بعد غادي تشوفوا وحده كيفاش داير اللون ديالها، وغتشوفوا هذه اللي صبقت لونها كيفاش داير، يعني الفرق باين. صافي هنا هاد البلاصه هي فين كتكون الطبله ديال الماكله كلها مطبعه، وهاد الطبايع هادو راهم ناشفين ودايز عليهم اكثر من 15 يوم ولا شهر ولا. يعني بالنسبه لهاد الطبايع لو كان ما كانش هاد البرودوي بصعوبه باش كانوا غيتحيدوا، وما كنظنش غادي يتحيدوا بالطريقه باش حيدهم هاد البرودوي، كيتحيدوا بسرعه. هاد البلاصه واكله الدق اكثر من البلاصه اللي بديت معكم في الاول. البلاصه اللي بديت معكم في الاول فيها العفط وفيها غير تقريبا الغبره رجعت كحله وفيها طبيعات قلال. هذه تقريبا كلها طبايع، هاد البلاصه كلها طبايع. كتشوفوا الكيس كيفاش رجع كحل. ومازالين غادي نشوفوا واحد القنت في الكيس راه ما تقاسش الجهه الفوقانيه، وغادي نطويها على الجهه التحتانيه وغادي نشوفوا اللون كيفاش كان وكيفاش رجع. بصراحه انا حقرت هاد الطريقه هذه، ولكن فاش جربتها راه صراحه الله عجيبه هاد الطريقه ديال الكيس ولا هذاك البرودوي. باقي ليا هاد الطبيعات هادو غادي نكملهم وغادي نرجع معكم. صافي وهنا بانت ليا واحد الطبعه في السداري، التلميطه ديال السداري كيف كتشوفوا معايا. انا غادي نمشي نرش فيها، هذه هي غنرش فيها هذاك البرودوي. وهاد الطبعه تحيدات بسهوله على الطبايع اللي في الزربيه اكثر ما كتخيلوا، واللون كيبقى هو ما كيتغيرش نهائيا. ما تخافوش واخا يكونوا عندكم طلامط كحل، واخا يكونوا زرقين، واخا يكونوا اللون ديالهم كيف ما بغى يكون. كيف كتشوفوا معايا بسرعه كيتحيدوا. درت عليهم طبايع كاملين، فين ما بانت ليا شي طبعه كنحيدها بسهوله وبلا عيا بلا تماره. شوفوا الكيس كيفاش رجع اللون ديالو، لاحظوا معايا شوفوا كيفاش رجع اللون ديالو كحل. هانتوما اللون الفوقاني مع اللون ديالو اللي لتحت. شوفوا اللون ديال الزربيه الاول كيفاش كانت كلها طبايع ديال البلاصه اللي كياكلوا فيها، وشوفوا كيفاش رجعت. كنتمنى هاد الفكره تكونوا استفدتوا منها كيف ما استفدت منها انا. غير جربوها راه ما غاديش تندموا عليها، وغادي تولي عندكم هذه هي اسهل طريقه. ما غتقلبوا لا على سطح طلعوا له الزربيه ولا على ماكينه ديال التصبين ولا حتى شي حاجه. كنتمنى الفيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تنساو لياش الضغط على الاشتراك، دعموا هاد القناه هذه باش تطلع بكم ان شاء الله، باش غتطلع. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. فشكرا لكم بزاف على التعاليق، شكرا لكم على المشاهده.
شكرا على الدعم ديالكم. فبسلامة عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.